خرج سيدنا موسى عليه السلام يوما لمناجاة ربه سبحانه وتعالى، ثم سأل ربه قائلا: يا رب، كيف يأخذ الضعيف حقه من القوي؟ قال له ربه سبحانه وتعالى: يا موسى، اذهب بعد العصر إلى مكان كذا في يوم كذا لترى وتعلم كيف يأخذ الضعيف حقه من القوي. ذهب سيدنا موسى عليه السلام إلى المكان، فرأى شلالا من الماء يخرج من جبل. جلس موسى ينظر متفحصا متأملا، فإذا بفارس يأتي راكبا ناقة له يريد الماء. نزل الفارس عن ركوبته وخلع حزامه الذي كان يعيق حركته أثناء وروده للماء، ووضعه على جانب قريب منه. شرب الفارس واغتسل، ثم انصرف ناسيا حزامه الذي وضعه في مكانه. جاء غلام صغير راكبا حمارا إلى شلال الماء، واغتسل وشرب أيضا، ثم حمد الله تعالى. وعندما أراد الانصراف وقعت عينه على حزام الفارس الذي كان قد نسيه بجوار شلال الماء. فتح الغلام الحزام، فإذا هو ممتلئ بالذهب والأموال والمجوهرات النفيسة. أخذه وانصرف، وبعد ذهابه بقليل أقبل على الماء أيضا شيخ عجوز ليشرب ويغتسل. وبينما هو كذلك جاء إليه الفارس الذي نسي حزامه عند شلال الماء، مسرعا يبحث عن حزامه فلم يجده. سأل الفارس الشيخ العجوز: أين الحزام الذي تركته هنا؟ أجاب الشيخ: لا أعلم، ولم أر هنا حزاما. أشهر الفارس سيفه وقطع رأس الشيخ العجوز. كان موسى عليه السلام ينظر ويتأمل ويفكر. قال: يا ربي، إن هذا الفارس ظلم عبدك الشيخ العجوز. قال له ربه: يا موسى، الشيخ العجوز كان قد قتل أبا الفارس منذ زمن، أما الغلام فكان أبوه قد عمل عند والد الفارس 20 سنة ولم يعطه حقه، فالفارس أخذ بحق أبيه من الشيخ العجوز، والغلام أخذ بحق أبيه من الفارس. وسبحان من سمى نفسه الحق ولا تضيع عنده المظالم. يقول أحد الصالحين: عجبت للناس يحذرون من بعض الطعام مخافة المرض، ولا يحذرون من الذنوب مخافة النار. خرج سيدنا كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من إليه المشتكى